السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم اكلتين في الفيديو، اكلتين مختلفين يعني عن بعض. هنعمل كفتة الرز. كانت عندي حتة كده في الفريزر، انا كنت مطلعاها عشان الولاد يعني، وكنت ناوية اعملها. تمام. فبصوا بقى، انا هحكي لكم حكايه كده وانا بقدم معاكم الفيديو اللي احنا جايش انت غلطانه اللي احنا هنعمله النهارده، وشوفوا انا غلطانه ولا مش غلطانه. بصوا يا حبايبي، انا كنت مطلعه الكفته دي عشان اعملها. تمام. وبصوا هنعمل معاكم بقى ايه، صينيه بطاطس بالكبد والقوانص، وهنعمل فرخه كده في الفرن شبه مشويه بس مش هنشويها. وهنعمل معاكم ايه، شويه رز. فالنهارده ان شاء الله انا حبيت بس اعمل لكم الفيديو دوت عشان انا جايه زعلانه من السوق، واول مره اعيط وانا في السوق النهارده من خالتي. بشوفونا انا غلطانه ولا لا. والله غلطانه. بصوا بقى، انا كنت رايحه السوق عشان اجيب ايه، طلبات طماطم وبطاطس وفلفل وحاجات من دي. فبعد ما رحنا السوق واحنا بنشتري الحاجات، اشتريت الاول الكبد والقوانص، واشترينا الفرخه دي انا وخالتي. بص ما لقيتش معايا فلوس، واشتريت الخس ده. ببص ما لقيتش معايا البورتوفيه او البوك اللي هو اللي انا بحط فيه الفلوس. فطبعا خالتي اتخانقت معايا قدام الناس، واول مره تحرجني في السوق كده بالشكل دوت، وهي بتبص لي وما اعرفش ايه. يا بنتي واحده رايحه السوق تسيب البوك بتاعها، امال رايحه تعملي ايه؟ طب ما هي يعني، طب قولي لها هاتي البوك بتاعك. هاتي. ماشي، ما انا ده، ما انا اخده فلوسك مع فلوسي. وخالتي يعني بقى راحت السوق، ما لقيتش معانا برضو، راحت السوق بعد ما اشترينا الكبد والقوانص. طبعا علشان تحرجيني انا بعد ما الناس توزن انت تحرجيني. ماشي، انا جبت الكبد والقوانص ببلاش، والفرخه دي ببلاش، وكل حاجه جبتها ببلاش. خدي يا حاجه وروحي، وبتعالي سددي يا حاجه شويه ساعتين زمن كده، ما هو عنوته يا حاجه. كلهم اخواتنا هناك واحنا عارفينهم يعني، مفيش مشكله خالص. بس صراحه خالتي كان صوتها عالي في السوق. خالتي كان صوتها عالي في السوق. امال حاجه تعملي لما انت مش جايبه الفلوس في ايدك؟ جايبه الشنطه وجايه. مش تحمدي ربنا جبنا كل حاجه ببلاش النهارده، يعني هناكل ببلاش. وجبت الخس دوت اهو. بصوا انا حطاه على السجاده، لسه جايبينه دلوقتي حالا، لسه بربطته. بس للامانه ما جبناش طماطم، ما جبتش فلفل، ما جبتش جزر، ما جبتش خيار. صراحه ما جبتش اي حاجه من الحاجات دي. انت ضيعت سبت البوك، انت يعني عايزه ايه اكتر من كده؟ بس انا صراحه خالتي يعني من ساعتها وهي عماله ترد فيا واحنا جايين، ليه يا بنتي كده؟ لا المفروض كنت تجيبي البوك. بعد ما ايه، انا خدت الوش الاولاني منها في السوق. تمام. بصوا بقى، احنا جايبين حوالي كيلو الا ربع من الكبد والقوانص. هي بتتوزن كده في بعضها. يعني ايه، مش هقول لكم نص كبد وربع قوانص، لا هي مع بعضها كده. الكبد والقوانص دي ب 22 جنيه ونص، الكيلو ب 30. احنا لسه اصلا كده كده الحساب بتاعنا هناك، ما يعني الراجل ما خدش فلوس، فاحنا ايه لسه هنروح. تمام. جبنا البطاطس اللي احنا هنعمل معاها القوانص. جبت البطاطس الكيلو وربع ب10 جنيه برضو، لسه ما حسبتش هناك في السوق، يعني الكيلو ب8، لسه ما حسبناش على البطاطس. كل الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دي هي، والفرخه والخس بس. الخس ده ب3 جنيه، 3 خصيات دول ب3 جنيه. احنا لسه هنروح وهنتفاجئ بالاسعار. لا هي ب3، بتبيعها ب3 ولا ايه؟ تمام كده. الفرخه الفرخه ب37 جنيه برضو، ما دفعناش الفلوس بتاعتها لانها مش كبيره، هي صغيره او وسط يعني. الصراحه احرجنا ان احنا نجيب فرخه كبيره ونبقى يعني ايه، مبلغ كبير. اجيب حاجه ايه على قد الزعل كده. يعني احنا حبينا ان احنا ندارك سوفنا قدام الراجل، نقول له هات اصغر فرخه عندك في القفص. تمام. يبقى هو ده، وهنعمل معاها كفته الرز. يبقى هنعمل صينيه بطاطس بالكبد والقوانص، وهنعمل كفته الرز، والفرخه هتتحط في الفرن، وهنقول بسم الله ونبدا نشتغل معاكم. اول حاجه هنعملها، خالتي طبعا زي ما انتم شايفين كده الكفته بتصبحها. خالتها شاطره في تصبيع الكفته والله، زي ما انا بعملها بالظبط. لا والله اكل يسلم ايديكي في الكفته يا معلم. طب تعالي بقى عشان تعملي صينيه البطاطس بتاعه حمايه هو اللي طالب البطاطس بالكبد والقوانص. عمي. في ناس كتير بتقول لي انت ليه بتقولي حمايه عمي؟ انا هقول عمي ازاي يعني؟ انا بقول له تحت عادي يعني، ما فيش مشكله عادي يعني، عمي وخلاص. طب ما تقولي يا بابا. طب ما انا قلت له اول ما اتجوزت عادي يعني، هو ما ابويا وانا قلت حاجه؟ احنا عندنا يا جماعه يعني جوز خالتي اصلا يعني، ما فيش مشكله خالص. عمي حمايه يعني. تفكري هتحرجيني يا ام محمد؟ معلش لازم احرجك قدام حبايبي. لا طبعا.
بصوا يا حبايبي الفرخه دي احنا ايه مش هنشويها، انا بحطها كده في الفرن علشان صراحه احنا اتاخرنا في السوق. بصوا نسيت اعمل القناصه بتاعتها اهي. تمام، هنحطها في الصينيه. وطبعا زي ما انتم شايفين بصوا بقى هي دي شكل الفرخه. انا ما حبيتش اقزم الصدرين او الصدر دوت الاثنين، لانه هو زي ما قلت لكم هي صغيره، فاحنا هي هنسويها كده وهتطلع ايه متحمره وهتطلع جميله جدا. الخلطه دي حبايبي او الخضار ده اللي هو البصل ده هنحطه فين؟ في الصينيه بتاعه الفراخ. بصل على توم على طماطم. تمام اهو، هنحطهم كده. شويه فلفل اخضر. طبعا زي ما انتم شايفين دي شكل الفراخ اهي. تمام، انتوا ممكن تقطعوها دي يعني يبقى اربع قطع يعني، وركين وصدرين. هنحط عليها ميه ونحط الصدر ده عامل 4 حتات لصاحبه. لا الصدر صغير بتاع الفرخ. حلو. هنحط عليها ميه ونغليها غلوه على النار، وبعد كده ايه ونحط طبعا فلفل اسمر وحاجات من دي جوه، بس هنركن دي على جنب كده دلوقتي. تمام. الحاجه التانية والله احنا لسه حتى انا كنت جايبه الفراخ بالميه، غسلتها كام غسله في الحوض وحطيت عليها شويه خل وظبطتها يعني. معانا بقى الصينيه التانية، صينيه البطاطس دي خلطه هتعملها الحمايه، هتكون حلوه. صينيه بطاطس في الفرن بالكبد والقوانص هتبقى جميله جدا جدا. هندخل بقى المطبخ، خالتي بس هتخلص اخر حته عجينه كفته، وهندخل نعمل قدامكم الحاجات دي كلها جوه في المطبخ، لان اغلبيتها يعني دي هتغلى على البوتاجاز، ودي خالتي معرفش هتعمل فيها ايه، بتظبطها له كده هي بشكل حلو يعني، وهتدخلها برده الفرن مع الفرخه. وزي ما انتم شايفين كده احنا حطينا الفرخه اهي عليها الطماطم والفلفل الاسمر. خالتي بقى بتنزل بالفلفل الاسمر اهو، وحطينا الميه غطيناها بالميه عشان دي هتدخل الفرن. اول ما تبدا تغلي كده هندخلها الفرن. بعد ما بتستوي خالص بنروح مصفيين الشوربه اللي عليها وبندخلها تاني عشان تتحمر تحت الشوايه او في الفرن اللي احنا هنعمل فيه بره. بس اول ما بتستوي بنصفيها من الشوربه، وبعد كده بنرجع نحمرها. على العين التانية خالتي بقى بتعمل صينيه البطاطس اللي هي بالكبد والقوانص. بعد ما برضو نشوحها في الحله دي هنفضيها في صينيه الفرن عشان هتدخل في صينيه في الفرن، مش هتدخل بالحله يعني. احنا بس هنظبط هنا في الحله دي، كل حاجه هنعملها في الحله دي. وزي ما انتم شايفين خالتي بقى قطعت بصلايه كده كبيره يعني، قطع كبيره، لان الصلصه اللي خالتي عاملاها فيها بشره بصل ومحمراه وحط عليه الصلصه، يعني الصلصه جاهزه. هننزل بقى بالكبد والقوانص نشوحها كده. بالجوانص الاول عشان الجوانص تاخد بس الاول بتاخد نار اكتر من الكبد. الكبد ما بتاخدش نار كتير، لازم الجوانص تتسوى في الاول كده. حبه فلفل خضراء. طب استني لما تنشف الميه من عليها. مش تنشف عشان الخل الريحه بس. طبعا هنقعد نشوح فيها كده فلفل اخضر اهو يا جماعه. انا صراحه خالتي هي اللي بتعمل الصينيه دي على طول وبيحبوها يعني. لا ده جميله. هنشوف. دي اول مره تاكلي يا منى؟ كمون وفلفل اسمر اهو. هتحط شويه فلفل اسمر وشويه ملح، ونبدا بقى نشوح فيهم. تكون بقى الصينيه دي هتكون بدات برضو تغلي مع الصينيه دي، وهندخلهم الاثنين في وقت واحد في الفرن. وزي ما انتم شايفين كده بصوا اهي شكل القوانص اهي نشفت خالص من الميه اللي هي بتنزلها. احنا ما حطيناش عليها ميه. جميله والله يا جماعه، والله ريحتها حلوه خالص. انا اللي قايله لها على الطريقه دي. انا عارفه. طب يلا بقى هننزل بقى بالكبد على طول عليها، برضو هتاخد تشويحه خفيفه بسيطه خالص. ان الكبد بسم الله اللي عليها دي بصلايه. ده كبد وكام قلب كده. وطبعا هنكون مجهزين الصينيه، هنحط فيها صلصه الطماطم، وبعد كده ننزل بالمكونات قدامكم. بس ان شاء الله برضو الاكله دي هتعجبكم لانها جميله. من ايد خالتي اللي مزعقالي في السوق. انا جبت لك كبد قوانص ببلاش اهو. احمدي ربنا بقى. فرشتيني بس كده قدام الناس والناس عادي ولا حاجه ولا حاجه. احنا هناكلوا عليه. يا انت كده شايفه الصفه. لا اله الا الله. وانا يعني نسيت البتاع. هو انا يعني كنت متكرره مره واثنين وثلاثه يا مولانا. لا اول مره. لا معاك اول مره، مع نفسي انا كتير. طيب شفتي. هنشوحها طبعا برضو لغايه ما القوانص دي لون الكبد لونها يتغير، وبعد كده هنرجع نوريكم شكلها تاني.
وبعدين بقى هننزل بالكبد والقوانص عليهم، وهنحط بس نص معلقه من السكر بتعادل حموضه الحموضه اللي في الطماطم، وبتخلي البطاطس طعمها حلو يعني. طبعا على العين التانية الفرخه بدات تغلي معانا برضو زي الفل اهي. تمام ماشي. هننزل بقى بالكبد والقوانص. ما شاء الله كده الكبد اكتر من البطاطس كتير كتير. مبروكه يا ام انا بقى اللي خناقه النهارده. لا ميزان حلال من غير الفلوس. لا صح كده ميزان حلال من غير الفلوس. صعبنا على الراجل على فكره، صعبت انا على الراجل يعني. لما شفت بتعيط اهي. الفرخه دي هتدخل الفرن بالشكل دوت، لما تستوي زي ما قلت هنوريها لكم تاني. وادي صينيه القوانص بالكبد بالبطاطس. هننزل بقى بكوبايه من الميه مش كتير، واول ما تبدا تغلي هوديها لخالتي فين عند الفرن. وبصوا بقى زي ما انتم شايفين دي شكل الصينيه اهي. هننزل بشويه فلفل اسمر معاها الملح كده، الفلفل الاخضر يا ام علي والفلفل الاخضر هنزود حامي حامي عشان ام علي بس يا جماعه النهارده. لا انا هاكل من الفرخه بتاعتي، مش عايزه كبد وقوانص. احسن برضه ما انا عارفه. تمام اهي. هنحط شويه ملح وندوقها كده وندخلها الفرن هي والفرخه. دلوقتي هنطلع بقى على الفرن عشان نوريكم شكلها. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين شكل الفرخه اهي قبل ما تدخل الفرن، ودي شكل صينيه البطاطس برضو قبل ما تدخل الفرن. خالتي بقى هتدخلهم في الفرن واول ما يستووا هوريهولكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين طبعا انا حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها الزيت، وبحمر دلوقتي بقى ايه الكفته اهي. تمام. اول ما تاخد اللون دوت، يعني اللون اللي ورا ده اللي في ظهر ايوه دي دوت، هنطلع الكفته على طول. على العين التانية معانا بصلايه صغيره كده انا بشرتها عشان اعمل الصلصه بتاعه الكفته. تمام. برضو مش هكتر بصل لان الصلصه فيها بصل والكفته فيها بصل وتوم وفيها بهارات، يعني كل حاجه ايه. الكفته انا كنت عملتها قدامكم قبل كده. اول ما البصلايه تاخد لون الذهبي هنزل بالطماطم عليها على طول. زي ما انتم شايفين بعد البصلايه ما اتحمرت انا حطيت عليها الصلصه اهي وبتفك كده، واول ما تبدا تتسبك هنوطي حط عليها لغايه ما ايه الفرخه اللي في الفرن تطلع شويه شوربه حلوين علشان اسقي الكفته بالشوربه طبعا. تمام اهو. وطلعت رصه الكفته الاولانيه بعد ما اتحمرت معانا، وحطيت واحده ثانيه هوريكم شكلها اهي. شكل الكفته اهي. تمام. وهم دول شويه الكفته، لان الكفته مش كتار، هم طبقين 3 يعني كبار كده وخلاص كده. وهي دي الصلصه. ودلوقتي بقى ايه لغايه ما الشوربه بتاعه الفرخه تطلع نكون عملنا الرز هنعمله بشعريه النهارده. زي ما انتم شايفين انا حطيت حوالي نص كوبايه من الشعريه عليهم اقل من نص كيلو رز، يعني مش مكتره في الرز النهارده. حلو كده. اول ما الشعريه تاخد اللون البني الفاتح يعني او تتحمر بمعنى اصح، هنروح نازلين بالرز بتاعنا عليها على طول. بصوا يا حبايبي ده شكل الشعريه اهي، ما نزودش فيها اكتر من كده عشان ما تتحرقش مننا. هننزل عليها بالرز. ادي شكل الرز. هننزل عليه بمعلقه كبيره من الملح، وهنبدا بقى ايه نشوح الرز بتاعنا مع الشعريه كده عشان يطلع مفلفل ويكون حلو ما يكونش معجن مننا. نشوحه ونغلب كل رزايه بشويه بالزيت او بالسمنه اللي احنا حاطينها اهي. واول ما نخلص هنروح نازلين عليهم بالميه المغليه. لازم تكون ميه مغليه علشان الرز يتشرب على طول، وزي ما قلت لكم يطلع مفلفل. وطبعا يا حبايبي انا حطيت الميه المغليه على الرز على طول زي ما انتم شايفين بتنزل وتكون على طول بتغلي على طول باستمرار، بتكون بتغلي يعني ما بتقعدش كده. الرز مش بيغلي، لا بتغلي على طول فبيتشرب بسرعه. تمام. اول بقى ما يبدا يتشرب هنروح موطيين عليه ونسيب الرز لغايه ما يستوي براحته. بيقعد حوالي 10 دقايق لربع ساعه، لان انا الرز ده كنت نقعاه. هنطلع بره عشان نشوف خالتي بقى ايه بتعمل ايه في الفراخ، ونجيب شويه شوربه للكفته. وبصوا يا حبايبي بقى زي ما انتم شايفين دي شكل الفراخ بتاعتنا. طبعا لسه ما اتحمرتش خالص، ده الصدر ده علشان هو طالع بره الميه يعني. تمام. او الشوربه هناخد شويه شوربه صغيرين وندخل الفرخه تاني
علشان نحمرها هي والايه والبطاطس، يعني نعلي عليها النار من الناحيتين عشان يتحمروا. الشوربه بتاعتها بتكون طعمه قوي قوي. حطي بقى شويه شوربه هنا. لا فضي شويه صغيرين. انت عايزه تحرجيني وتخلصي مني. اقول لها ايه دي بس؟ طب حبه صغيرين. يلا انا فاتحه الكاميرا. طب يعني حبه صغيرين انت تحرج بس كده. بس حاجه. بسم الله. ده فلفل اسمر بس حباته كبيره. بس كده بس كده. بسم الله. عشان طبعا الكفته مش كتير. هاخد بقى الشوربه دي وادخل علشان اسقي ايه الكفته. طبعا قبل ما احط الشوربه على الكفته حبيت اوريكم بس ايه ده الرز بعد ما اتشرب كده هنوطي عليه بقى ونسيبه خالص حوالي 10 دقايق. زي ما قلت لكم الرز ده كان مغسول ومنقوع فما بياخدش وقت كتير، بيستوي بسرعه على البخار، بيستوي بسرعه. ودلوقتي بقى يا حبايبي انا حطيت الشوربه على الكفته بالصلصه اللي انا كنت عملتها. بصوا بقى هقول لكم على حاجه. انتوا شايفين ان الكفته صلصتها خفيفه، لا هو الاضاءه اللي هنا اللي في المطبخ لونها ايه اصفر فبتفتح الحاجه. انما ان شاء الله لما نطلع الكفته بره قدامكم ونرصها على الصينيه هتشوفوا ان الكفته صلصتها تقيله وحلوه ومظبوطه، مش عايزه اي صلصه خالص. تمام. هنسيب بقى الكفته لغايه ما تستوي، تبدا تغلي برده، هنوطي عليها لغايه ما تستوي ان شاء الله معانا. ودلوقتي يا حبايبي احنا طلعنا صينيه البطاطس عشان اوريها لكم بس هي لسه هتدخل تاني الفرن عشان تتحمر معانا. حتى انتوا اكيد سامعين صوت الفرن. تمام. وبرده صينيه الفراخ اهي هنصفي الشوربه من عليها علشان نبدا ندخلها تاني بقى تتحمر خالص. جربوا الطريقه دي مره وجربوها من غير سلق، يعني هي بتكون مسلوقه بس بطريقه تانيه. تمام. احنا بناخد بقى ايه، بناخد الشوربه كده وبنسيب بقى الطماطم والبصل والثوم والفلفل وكل حاجه على الفراخ عشان ندخل الفراخ تتحمر معانا من فوق ومن تحت. خالتي عايزه تقلب بس قدامكم نص فرخه اللي هي اللي كانت دي. وهندخل طبعا الصينيه دي تاني علشان تتحمر معانا وتاخد اللون الذهبي الحلو، ونكون كده خلصنا الغدا بتاعنا معاكم. استنونا بقى ان شاء الله في تقديم الغدا بامر الله تعالى. ودلوقتي خالتي بتقول والله هو يجيب قرنين فلفل عشان تزوق بيهم البتاع الصواني. بصوا يا حبايبي دي صينيه الكبد بالقوانص بالبطاطس. والله يا جماعه لو عملتوها مش هتنسى حلاوتها صراحه بالامانه. خالتي اللي بتحب تعملها على طول لان هما بيحبوها. تمام. اول مره اصورها. دي الفرخه اللي هي مشويه بس مش مشويه، يعني هي محطوطه، يعني حاطين فيها كل حاجه بتتبيله الشوي بس بتتسلق عادي. وبناخد الشوربه بتاعتها اهي، دي شوربه الفراخ. تمام. وبعد كده ايه بنحط الفراخ تتحمر تاني ونطلعها زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى انا حبيت اوريكم برضو قبل ما اغرف الاكل والكفته على النار لسه بقى قدامها حوالي 5 دقايق بالكتير، والرز طبعا طفيت عليه ان شاء الله 5 دقايق كده وهنرص الاكل وهتشوفوا الاكل بتاعنا بره هيعجبكم جدا بامر الله تعالى. استنونا. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. زي ما انتم شايفين دي شكل صينيه الغدا بتاعتنا اهي. بصوا انا جايبها لكم كده من فوق، لسه بقى هنزل ان شاء الله عشان اوريكم اللي احنا عملناه معاكم. زي ما انتم شايفين كده خالتي حاطه لنا القله في نص الصينيه. ما اقدرش استغنى عن القله صراحه، ما بشربش ماء ساقعه يا جماعه والله. انا ما بكلمكيش اساسا ولا انا برضو. لو سمحت قومي كده سيب الاكل. القلوب عند بعضها. بصوا يا حبايبي الفرخه طالعه عامله ازاي، بس صراحه خالتي ما حمرتهاش من هنا حلو، بس مش مشكله. حلو يا ماما. ده الرز بشعريه اللي انا عملته معاكم في المطبخ اهو. شوفوا شكله حلو ازاي. انت اللي عاملاه. طب هيسمعوا الفيديو وشوفوا. طيب زي بعض. بصوا بقى دي الكفته اللي انا قلت لكم عليها ان هي جوه المطبخ بتكون تحسوا ان هي خفيفه شويه، بس هي ما بتكونش خفيفه، هي بتكون شكلها كده وبتكون جميله جدا وطعمها حلو قوي. ده طبق كفته تاني وفيه الحمد لله جوه فيه، والله انا افتكرت ان هم يعني هيكونوا طبقين. ورينا دوج يا مؤنه كده معلقه. ماشي. وده طبعا الكبد اللي خالتي عاملاها بس ما اعرفش غامقه ليه في الفيديو هنا. متحمره. تمام. بصوا هوريكم الطبق الثاني اهو. ده الطبق الثاني. ودي الشوربه امانه جميله. وطبعا دوت عيش لسه جايبينه سخن دلوقتي حالا. خالتي بتاكل مش صابره لما انا انزل. نيه شويه. نيه؟ لا حلو، ما انتم مستعجلين، حمايه مستعجل. ودي هي ده صينيه الغداء بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم. كانت كفته وبطاطس. هي الفلاحي دي يا جماعه. صينيه العيله دي اللي انا اتخانقت انا وخالتي في السوق وخلتني اعيط بسببها، بس يلا مش مشكله. روحي سددي عاد، خدي بوك وارجعي السوق سدد اللي عليك. انا قلت اخلص الاول الفيديو وبعد كده ايه اروح السوق اشوف الحاج محمد والحاج ابراهيم والحاج
بتاعت البيت، خدي بالك ام احمد. يا انا والله العظيم بتاع جبنا الكبد. الحمد لله الناس عارفانا، والحمد لله رب العالمين يعني ورانا ظهرنا في السوق برضو. تمام. هو ده كانت الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا اذا عجبتكم الحلقه ما تنسوناش بلايك يا حبايبي، ودعوه حلوه كده لينا ولام زياد، ونسيبكم بخير ونشوفكم بالف خير ومع الف سلامه. نفسي تتغدوا معانا بكفته والله يا جماعه. احنا شكلنا هنشيل الصينيه دي ونطلع نتغدى فوق كده. فوق فين؟ فوق عند ام زياد. ماشي يلا بينا. يلا معك، انا معك في الحته دي. يلا مع الف سلامه. مع السلامه يا حبايبي، مع الف سلامه.